حتى كنسمع با مرغوه درت كنلقى الرويضه غادا ليا فوق الراس تاع الابنه ديالي، ضرباتها كيبان الدم خارج وداك الشيء. كنلقى البنت تاعي الفك تاعها وجهها داير والراس كله محلول والدم وداك الشيء. ناض داك الشخص اللي من العائله ديالو قال لنا حنا عندنا الفلوس، بحال هكا تكستو حنا عندنا الفلوس، يعني بنتكم تعالوا على القانون، يعني بنتنا تموت حنايا وهما غادي يشريو البراءه تاع ولدهم بالفلوس. قال لك داروا ليها سكانير، لقاو بانها الجمجمه تاعها هنايا ضغطات ليها، تحفرات بالعكس على انفيرس، العظم تهرس ليها 4 سنين ملائكه، وعينيها تحلات ليها من هنا مخيطه. هاد البنت اللي كتشوف دابا قدامك واللي سميتها غيطه واللي في عمرها 4 سنين غادي تدوز ليها طوموبيل على راسها مباشره وقدام والديها، والسبب هو ولد الفشوش واللي كيقول بانه ما غاديش يدخل الحبس حيتاش في المغرب وعنده الفلوس. وكما كتعرفوا في المغرب كاع اللي عنده الفلوس فراه هو اللي كيكون فوق القانون، ولكن هادشي ما غاديش يطرا الا كان الراي العام. فراه منين كيكون الراي العام القانون كيتطبق فوق كل شيء، اللي عنده الفلوس للي ما عندوش. دابا نخليو الراي العام والقانون حتى نعرفوا القصه ديال غيطه ونرجعوا ليه. نهار 15 يونيو سنه 2025 في شاطئ سيدي رحال، كانت غيطه كدوز نهار زوين مع والديها. باباها كيف العاده غادي يحفر ليها حفره صغيره في الرمله باش تلعب. شويه الاب ديال غيطه غادي يجيه العطش وغادي ينوض باش يجيب قرعه الماء، وفرمشت عين جات الطوموبيل كتجر موراها جيت سكي، وللاسف غادي تدوز فوق الراس ديال الطفله غيطه. حتى كنسمع با مرغوه درت كنلقى الرويضه غادا ليا فوق الراس تاع الابنه ديالي. بغيتكم تخيلوا المنظر ديال والديه وهما كيشوفوا الابنه ديالهم دايزه فوق منها طوموبيل، صراحه شي حاجه ما كيستوعبهاش العقل. وهنا الاب ديال غيطه قدر يتحكم في راسو باش ما يديرش شي كارثه في ولد الفشوش اللي ضرب ليه بنته. الحمد لله تبتني الله، ما كيف قالوا لي العائله وشي اصدقاء قالوا لي راه تبتك الله بعدا ما مشيتيش درتي شي كارثه مع داك السيد ولا شي حاجه. المهم الاب غادي يهز بنته وغادي يديها الطوموبيل ولد الفتوش باش يديوها للسبيطار، حيتاش الاب ديال غيطه الطوموبيل ديالو كانت بعيده. هزيت البنت تاعي الريفلكس ومشيت طلعت للسياره ديالو وقلت لي غتركب وغتسوق غتوصلني دابا غتوصلني الاسعاف، حيت السياره تاعي كانت بعيده شويه ومبلوكيه بطوموبيلات اخرين. ديكو الريفلكس بالزربه الحمد لله فكرت في هادشي كامل. وفاش وصلوها للسبيطار داروا ليها عمليه دقيقه حيتاش كانت عندها واحد الاصابه في الراس خطيره، والتقارير كتقول بانه احتمال يكون عندها نزيف داخلي في الراس وخياطه في العين. الطفله دابا حاليا في العنايه المركزه كتحارب بين الحياه والموت، وما تنساوش تدعيو معاها بالشفاء العاجل. الاب ديالها كيقول بانه ما بقاش قادر يدخل للدار بقوه ديك الصدمه. سكانير بعد سكانير والتشخيص لقاو بان الجمجمه ديالها كيف قلت لكم ضغطات ليها وكانت خاصها اوبيرا اون اورجونس. كما ندخل للدار كنتفكر بنتي اللي كتجي كتحل لي الباب، واخا كيكون عندي السوارت كندق عليها وكنقول لها غيتا ويلا تعلمات تحل بالساروت، كتجي بابا وكتحل. ما قدرتش ندخل للدار، ما تقلش. دابا غادي نخليو غيطه في السبيطار وغادي ندورو لولد الفشوش، الشاب اللي كان كيسوق في الشاطئ وكيدير خطوره للناس، خصوصا هو جار موراه داك الجيت سكي بلا مراقبه. المهم غادي يتم القبض عليه من طرف الامن ودابا كيحققوا معاه. تم القبض عليه، ولكن كان غادي يخرج منها بحال الشعره من العجينه. سمعوا شنو قال الاب ديال غيطه. ناض داك الشخص اللي من العائله ديالو قال لنا حنا عندنا الفلوس، بحال هكا تكستو حنا عندنا الفلوس، يعني بنتكم تعالوا على القانون، يعني بنتنا تموت حنايا وهما غادي يشريو البراءه تاع ولدهم بالفلوس. نحلف لكم بالله كل ما تدخلش الاب ورطات شي راي عام حتى كان غادي يفلت من العقوبه. المهم فاش ولات القضيه راي عام وكل شيء ولا كيدوي عليها غادي يتم القبض على ولد الفشوش اللي كيقول حنا عندنا الفلوس. المهم كنصحك الا طرا ليك شي مشكل لا قدر الله وكتشوف راسك بانهم غادي يردعوك في حقك، الحل في المغرب او خارج المغرب ساهل. غادي تخرج للصحافه وغادي ترد القضيه راي عام، غادي تمشي لاي منبر اعلامي، سير غير الفيسبوك كتب رقم هاتف تشوف تيفي غادي تطلع، غادي تجي غادي تعاود القصه ديالك، الناس غادي يبارطاجيوها وغادي تولي راي عام. شوفوا معايا غير اخر مره ديك شيماء اللي تخسرت في وجهها كيفاش خدات الحق ديالها. القضيه دازت عليها اعوام وفاش مشات شيماء وضدها راي عام القضاء غادي ياخذ ليها حقها ونص. المهم كاع من هاد الشيء الا كنتي اب ولا ام ولا مسؤول خاصك تفيق، فراه الشاطئ ماشي امن وخاص تحمي ولادك قبل ما توقع الكارثه. وايضا خاص العقوبه تطبق على الناس اللي كيدخلوا الطوموبيلات ديالهم للشاطئ باش ما يبقاوش الضحايا بحال غيطه. وما تنساوش تدعيو مع الطفله غيطه بالشفاء العاجل وبارطاجيو الفيديو باش يوصل صوت الحق. المهم الصيانز حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كان معكم العارق والسلام عليكم.